السلام عليكم، مساكم الله بالخير. صلوا وسلموا على من مرتم بالصلاة والسلام عليه. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. آخر ساعة من يوم الجمعة، لا تبخلون علينا بدعواتكم. قصتنا اليوم قصة من نوع آخر أو نوع غريب، ممكن ما تحدث إلا نادرا. هذه القصة، هذه وحدة تحكي قصتها، تقول: أمي هي سبب تدمير حياتي. أمها هي من قامت بتدمير حياتها. تعالوا نشوف القصة في السنوات القادمة. تقول: في سنوات ماضية أنا كنت توني بادية الدراسة الجامعية، فكان كل ما جاني أحد يخطب كنت أرفض بحجة إكمال الدراسة. فتقول: استمريت في دراستي وأمي كانت واقفة معاي، كل ما أرفض كانت أمي معاي إنها ترفض، تقول خلها تكمل دراستها وخلها. لكن أمي كان عندها تخطيط آخر غير ما كنت أتمنى. أمي كانت تبيني كانت تبيني الولد خالتي، اللي هو ولد اختها، كاللجنة معلش. فتقول اني ما كنت القي ذاك الاهتمام، ذاك الشيء، لكن امي كانت تقول انها الولد اخوي، ولد اخوي لها. لكن الصدمة هنا والواقع ان ولد اخوها إنسان فاشل، لا في دراسة لا في وظيفة، مشاكل كثيرة، منبوذ من الناس، ما حد يحبه، ما حد يدانيه بسبب أفعاله الصبيانية أو أفعاله الغير محسوبة. فتقول: استمرت الحياة إلى أن تخرجت من الجامعة. ولما تخرجت من الجامعة قالت لي: تاخذين ولد أختي اللي هو ولد خالتك. قلت: أنا مستحيل أني أتزوج ولد خالتي مهما كانت الأسباب، ولن أقبل فيه. فكنت صارخ، كنت يعني لدرجة أنها قالت: تراني إذا ما أخذتيه تراني غضبانة عليك وعلى مدري إيش. فقالت: ما راح آخذ أنا ولد خالتي. وكان كل ما جاء أحد يخطب يتصلون في أمها، فكانت تقول لهم: لا، هذه مخطوبة الولد خالتها وانتهى موضوعها وخلاص، الله يوفق ولدكم في مكان ثاني. فكنت أروح لإخواني، أروح لخواتي، أتكلم معهن، يعني لازم تشوفوا لي حل في الموضوع هذا. فحاولوا يكلمون أمهم لكنهم رافضين. زوجها أبوها كان يكلم زوجته، فكانت رافضة رفضا تام. إلين جاء يوم من الأيام، جاء شاب مثقف ومتعلم وكذلك في وظيفة مرموقة، لكنه جاء عن طريق واحدة من خواتي، لأن أخته كانت زميلة واحد من خواتي. فأختي مباشرة رحبت فيهم وراحت راحت لأبوي وكلمت أبوي، قال: خلاص فقالت: خلي الولد، قال أبوها: خلي الولد يجيني وخلي أهله يجون إلى يعني أمه وخواته يجين عندكم وهو يجي عندي. وهنا طبعا لما وصلوا، أمي ما استقبلتهم وطلعت وراحت لغرفتها وسكرت الباب عليها. لكن خواتي ما قصرن، قامن بالواجب. اتفقنا تقريبا على كل شيء، اتفقنا على الشوفة الشرعية، شفته وشافني، اتفقنا على كل التفاصيل. الولد كان محترم وكان مؤدب وكان إنسان جميل جدا. وتمت فحوصات الزواج، وبعد كذا تم عقد القران. لكن أمي ما كانت موافقة مرة، وكانت تقول: والله ما تتهنين به ولا تاخذينه ولا أنتي أصلا الولد أختي. فكانت ما ترى إلا ولد أختها، تراه ملاك، تراه إنسان غير البشر ذولي، تراه إنسان مرة.
ما أدري وش كان بينها وبين خالتي. طبعا هي تحب خالتي حب مو طبيعي، لدرجة أنها أكثر من أنها تكون أختها. فهنا تقول تمت إجراءات الزواج الحمد لله، وتزوجت وأخذ لي شقة قريبة من أهله. فكنت لما أجي للبيت طبعا أول مثلا تقريبا أول شهر رحت سافرت مع زوجي وزي كذا، فلما أجي للبيت ما كانت أمي تقابلني، ما كانت تتكلم معي، ما كانت تسلم علي، تقول ما أنت بنتي ولا أعرفك، انقلعي عني، ولا كانت تكلمني، ولا كان لسانها يخاطب لساني نهائيا. فكنت أبكي عندها، أحاول فيها يا أمي هذا الرجل، وكانت تصد برضو زوجي، ما كانت معه كويسة. ولكن زوجي متحمل، تقول أموره يعني ناسي الأشياء اللي زي كذا، ما ينظر لها بنظرة دونية، دائما يقول الله يهديها إن شاء الله، وبيجي يوم إن شاء الله وترضى عنك. فراحت الأيام، تقول أنا حملت بأول أبنائي وجالي ولد، تقول ما حتى أني ما قدرت أجي عندها بالبيت، قالت ما تجيني ولا تدخلين بيتي، خليك ببيتك بكيفك، روحي لمن تروحي له. فتقول حتى اللي كان يقوم فيني خواتي كان يقومون في بيتي، كان يجيني ويسوي لي كل شيء، يرتبن البيت، يزبطني، يسوون كل حاجة هن يسوونها، الله يبارك فيهن، حتى أني قدرت أقوم بشؤون بيتي. لما أجي عندها ما كانت أصلا تناظر، كانت تلاعب مثلا أولاد خواتي أولاد إخواني، لكن أنا بالنسبة لي. فاستمرت الحياة، ما كانت تنظر لعيال ولدي مرة هذا، ولا لدرجة أنها تقول تصدقون بالله أنها ما حتى حاولت أنها تشوف الولد نهائيا، صادتني صدة. فكنت أقول إن شاء الله أنا مع الأيام إنها ترجع. وكل مرة أقول له، كان نجي نجلس في الصالة مثلا في بيت أمي، تيجي تتكلم مع خواتي، أنا ما تتكلم فيني ولا تناظر فيني، إذا تكلمت ولا تسمعني نهائيا. إلى أن أتى يوم من الأيام جتني وقالت، تقول طبعا أنا حملت حملي الثاني، وبعد تقريبا باقي لي شهرين عن الولادة، قالت لي أعطيني ابنك بشوفه. تقول أنا هنا فرحت فرح كبير مرة، إني فرحت إن أمي خلاص سامحتني، وأمي شو اسمه. لدرجة إني جبت لها ولدي وأنا أبكي، تقول أبكي من فرحتي إنها رضتني. أخذت الولد، صارت تلاعبه تحبحبه زي كذا، وكانت هذا يعني تلعب معه مثل أولاد خواتي الثانيات. وراحت الأيام وجاء تقول موعد ولادتي، ويوم اني ولدت كانت يعني لدرجة انها سوت لي حفل في المستشفى ومدري ايش، وكانت موجودة، وكان كل شيء موجود. المهم انها طلبت مني طلب، قالت انا بسمي الولد. فقلت لها ابشر يا امي تامرين امر. قالت خلاص بس بك تكلمين زوجك اني انا بسميه. قالت خلاص ما عندك مشكلة، سميه مرة، مسميه. تقول أبي شيء يرضيها، أبي إنها الشيء اللي يرضيها. فقالت خلاص سميه فلان. تقول فلان من هو هذا اللي بتسمينه؟ قالت هذا أبو جدتي، اللي هي ما أدري منه، يعني رقم بعيد جدا من جدانها. فتقول قلت خلاص، رحت كلمت زوجي انه يسميه هذا. قلت هذه رغبة امي انها تبي تسميه على جد امها او جد ابوها، منه من جدانها. فقلت فقال زوجها خلاص مو من جدها تسميه. فهنا سمته، وراحت الايام واستمرينا فترة طويلة، وحنا يعني تقريبا يمكن مضى شهر او شهرين على هذا التسمية. وكانت مهتمة في عيالي مثل ما كانت تهتم في عيال اخواني وخواتي. والى ان جاء يوم من الايام وطلبت زوجي، قالت اتصلت فيني قالت خلي، تقول اتصلت بي فقالت خلي زوجك يجي انا ابي اتكلم معه.
لما كلمت زوجي قلت أمي تبيك. طبعا خلال الفترة الماضية كانت تقول الزوجي، تقول أنت مثل واحدة من عيالي، وهو يقول لها أنت مثل أمي. يعني طبيعي جدا زوج بنتها تقول له مثل ولدي، وهو يقول لها مثل أمي. يعني طبيعي جدا هذا الشيء هذا، بس إنها فعلا هي كانت تتودد لهم بأكثر من كلمة. المهم انها طلبته وجاها، جلست هي وياه، قالت انا والله ما اعتبرك الا مثل ولدي، وعشان كذا انا بقول لك موضوع قديم بس ترى انتهى الموضوع ذاك. شفت ولدك هذا اللي سمته زوجتك على اسم ولد خالتها اللي كانت تحبه؟ هي كانت تحبه وحنا كنا رافضين انها تتزوجه، وتزوجتك، وكانت تراها مغصوبة عليك الزواج. بس ترى الموضوع انتهى، يعني خلاص صار له سنين، والحين هي جابت عيال وانتهى موضوعها. لكنها سمت الولد على اسم شو اسمه، على اسم ولد خالتها اللي هو حبيبها السابق. هنا الرجل يعني ولع وقبس، صار نار محترقة. راح للبيت، تقول رجع للبيت، ولما وصل البيت أول ما دخل على البيت راح وطقها بطراق على وجهها. تقول أول مرة يتكلم معي كذا، وأول مرة يمد علي. أنت ما تستحقين أن تعيشين، أنت أصلا إنسانة ما أدري. وبعدين خلاص خذي عيال ذولي وانقلعي عني، بزارين ذولي مالي شغل فيهم، ما أصلا ما دينهم. سميتن على الحين على اسم حبيبة، خيانات في خيانات في مدري ايش. انا وش يضمن لي الحين هذول عيالي كلهم؟ المهم راحوا. تقول انا جالسه والله العظيم ما هو بين اللي سمى امي، والله العظيم مالي. يقول ما يسمع مني مره. تقول المهم واخذ وش اسمه، اخذ اغراضي وعلى بيت اهلي. يوم جيت في البيت تقول جلست فترة تقريبا 5 شهور أو 6 شهور. تقول جتني أمي يوم قالت ترى ولد خالتك للحين يستناك. طبعا على كلامها أن ما حد يقبلها أساسا ولا حد ياخذها، ولا زال يستناك، وترى تبي تتزوجينه. تقول انفعلت وقلت لا ما راح أتزوجه ومدري إيش وهذا. قالت تبي تتزوجينه غصبا عنك، وأنا أصلا تقول طبعا أنها لما نفرت بوجهها، تقول قالت يعني انفجرت علي وقالت اصلا انا اللي قلت كذا وكذا وكذا. تقول انا اللي قلت الكذا كذا لزوجك، وانا الكل الشيء اللي هذا اللي سويته. تقول انا انفجرت وقعدت اصارخ، دخلت في انهيار عصبي. خذوني شو اسمه، اخذني اخوي تقول وابوي ودوني المستشفى، وجلست تقريبا 6 أيام في المستشفى. وبعد ما رجعت المستشفى حاولت اتصل، بعد ما يعني صحت من المستشفى زي كذا، حاولت اتصل على زوجي، اتصل عليه، اتصل على درجة اني قلت له ان واحد من عيالك تعبان. فكان رد علي قال لي اصلا ما هم بعيالي ولا اني بعرفهم اساسا، رحي الحبيبي تخليه هو اللي. وسكت. تقول رحت لاخوي وعلمته بكل شيء. فقلت له رح ادخل في الموضوع وحاول تتكلم معه وتفهمه كل اللي صاير، هذا اللي صاير، كل هذا اللي صاير، والسبب ترى هم. تقول راح له وتكلم معه وحاول واقنعه انه يجي الى البيت ويجلس مع اخوي وابوي. وجيت انا جلست معه، كنت احلف له واحط يدي على القرآن واحلف له ان مالي يد في التسمية نهائيا، وان اصلا ولد خالتي هذا انا اصلا ما دنيه رافضته، وابوي يشهد على الشيء هذا هو واخواني وكلهم. فالاخير انه اقتنع، لكن شرط علي قال ما تشوفين امك نهائيا. وراح ورجعني، رجعت لبيتي. تقول انا جلست من ذيك الفترة ما عاد جيت امي. قبل تقريبا فترة تقول أمي طريحة فراش ومريضة، وكانت تقول لخواتي كلموا أختكم فلانة خلوها تجي بتسامح منها، أنا أخطيت في حقها وأنا غلطت في حقها وأنا 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 وأنا, وأنا سويت وما سويت. ف يعني تقول أنا ما رضيت إني أروح أساسا، وزوجي أصلا شارطا علي إني ما أروح. فما أدري أنا الآن أفاتح زوجي ولا يعني أروح ولا وش أسوي، لو أخاف إني
يصير فيني ما صار الأول. أقول الله يكون بعونك. الأم طبعا يعني مثل ما يعتبر أن الأم كل شيء في الحياة، ما في أم تخرب على أولادها بالطريقة. طبعا هنا انتهت القصة. ما في أم تخرب على أولادها بهالطريقة هذه. ممكن هذا مرض، تعب، أشياء زي كذا، لكن مستحيل أن الأم تخرب على أولادها بالطريقة هذه. لكن هذه ممكن تكون فيها مرض نفسي أو فيها شيء ما الله أعلم فيه. أترك الحكم لكم متابعين، أنتم من يتكلم ومن يقول عنها. شكرا للجميع، في أمان الله.